كان يوم عادي، الناس رايحة شغلها، الطلبة في مدارسهم والستات بتحضر الغدا في بيوتها. لكن الساعة كانت 3:09 العصر والدنيا اتقلبت فجأة. الأرض بدأت تهتز، البيوت بتترج، صوت مش مفهوم جاي من جوه الأرض كأنها بتصرخ. ناس بتجري، ناس بتعيط، وناس وقفت متحركتش من الصدمة. ده مش مشهد من فيلم، ده كان حقيقي، وعاشوا ملايين المصريين في لحظة واحدة غيرت كل حاجة. النهاردة هنرجع الشريط ونعرف مع بعض إيه اللي حصل يوم زلزال 1992 وليه بيتقال عليه لحد النهاردة يوم الرعب الصامت. في يوم من أيام ربيع سنة 1992 كان الجو هادي والناس ماشية في شوارع القاهرة زي كل يوم. محدش كان متوقع إن اليوم ده هيبقى بداية يوم مرعب. الساعة كانت بتقارب 6 مساء، وقت الغروب، والناس بتجهز للرجوع من شغلهم، والأطفال بتلعب في الشوارع. الجو كان طبيعي جدا، لكن الأرض كانت مستعدة تحكي قصة مختلفة. فجأة الأرض بدأت تهتز بقوة، زلزال عنيف هز المدينة كلها. الكل وقع في حالة من الذهول والرعب. المباني القديمة بدأت تتصدع، والناس بتصرخ وتهرب من الشوارع. الشارع اللي كان مليان حياة بقى مشهد فوضوي. في وسط الفوضى دي مجموعة من الجيران اتجمعوا في ساحة صغيرة يحاولوا يساعدوا بعض، يتأكدوا من سلامة اللي حواليهم. كانت لحظة صعبة على الكل، مش بس خوف من الزلزال، لكن كمان عدم معرفة قد إيه المأساة هتكبر. السلطات بدأت تنظم عمليات الإنقاذ، سيارات الإسعاف والشرطة بتتجه للمناطق المتضررة بسرعة. الكهرباء فصلت في معظم المناطق، والناس عايشة في ظلام، بس الإرادة كانت أقوى من أي حاجة. بعد ساعات من الرعب بدأ الناس يطلعوا من بيوتهم يعاينوا الضرر، والمدينة بدأت تتجمع من جديد. كان اليوم ده درس كبير لكل المصريين عن الصبر، الوحدة والقوة في مواجهة الأزمات. المدارس اتحولت لملاجئ، والناس بدأت تسيب بيوتها اللي اتشققت. الكل بيدور على أمان مؤقت. في مناطق بالكامل اتدمرت، والمباني بقت أكوام من الطوب، بس رغم كل ده كان في إيدين بتتمد علشان تساعد. مستشفيات القاهرة كانت مليانة بالمصابين، والممرضات بيشتغلوا ليل نهار من غير راحة. أخبار الزلزال سيطرت على كل الجرايد والراديوهات، والناس كانت بتسمع بحذر وتتمنى ما يكونش في موجة تانية. ناس كتير فضلت بايتة في الشوارع والساحات المفتوحة خوفاً من الهزات الارتدادية. ورغم الألم والخسائر كان واضح إن المصريين دايماً بيقفوا جنب بعض حتى في أصعب لحظاتهم. وبكده نكون عشنا مع بعض ذكرى يوم الزلزال اللي هز مصر سنة 1992، يوم الرعب الصامت اللي مفيش حد نسيه. على قد الألم والخسارة كانت فيه قوة وعزيمة ما اتكسرش. ناس كتير اتحركت بسرعة وبعتوا إيديهم للي احتاجوه، وده بيدينا درس إننا دايماً لازم نكون متجمعين ونواجه الصعاب بإيمان وأمل. ربنا يحفظ بلدنا وكل الناس من كل مكروه، وتفضل ذكرياتنا تحكي قصص الصمود والتحدي.